السلام عليكم طلاب. طبعا ان شاء الله اليوم راح نبلش بشرح مادة القراءة حسب توضيح استاذ حيدر المرعبي. زين بالنسبة لطلاب المسائي، اما بالنسبة للطلاب الصباحي فتقدرون اكيد يعني هذه المادة ربما يعني تلخيصها مختلف عنكم او الاستاذ مختلف، تقدرون تاخذون الاشياء المشتركة بيناتنا وبيناتكم وتفهموها. تمام، نبلش ان شاء الله على بركة الله. عندنا باليونت الاول هنا عندنا المقابلة، عدد الأسئلة الأكثر شيوعا في المقابلة واشرح واحدة. طبعا ذن وين اللي محدات بالأصفر، والسؤال يجي عليهم باللغة الإنجليزية بالشكل الآتي. هاي mention the most common question in interview and explain one of them، يعني عددهن واشرح واحدة من عدهن. تمام، ذن وين اللي محدات بالأصفر. هاي هنا 3، وهنا بالصفحة الثانية بصفحة 4 أيضا 3، هن 6. تعددهن تشرح واحدة من عدهن. هنا عندنا بالصفحة 3 مرادفات، هنا ذني كلهن حفظ مرادف. زين، حفظ ذني مهمات جدا. نكمل، وصلنا إلى صفحة 7. عندنا هنا صفحة 7 الفريزل فيرب اللي هن الأفعال المركبة. فريزل فيرب have two or three parts. a verb يقول لك هنا الفعل زائد 1 or 2، يعني كلمة أو كلمتين. مثل like، العفو like down up أو down off. زين، يعني هذا يقول لك هنا الفعل وحده ويجي وياه إضافة. هنا النقطة الثانية a phrasal verb has a special meaning which is different from meaning of the individual words. يعني هنا الفعل من يجي وحده إلى معنى، ومن يجي من يجي وياه حرف جر إلى معنى ثاني. مثلا take كلنا احنا نعرفها يأخذ، من تجي take care معناها يعتني به. زين، you can find the meaning of phrasal verb in good dictionary، يعني أنا أقول لك تقدر تحصل على المعنى الجيد بقاموس جيد. هاي يعني هذين الثلاث نقاط كلهن مهمات حول الفريزل فيرب، الشرح مالت الافعال المركبه. هنا عندنا ايضا الافعال المركبه مثل take down. هاي انا اقول لك اقرا من 3 الى 4 وطلع ذن الافعال، بس انا جبت لكم هنا يعني بشكل مختصر. هنا تحفظ فقط هذا الجدول، يجيك ماتش مطابقه. مثل take down يعني هنا الكلام المو جيد، يعني الغير جيد. هنا شو تقابلها؟ تقابلها دي say negative speak say negative things about، يعني يقول لك هنا يتحدث باشياء سلبيه وهكذا. fit in مناسب، تقابلها اي belong. زين، فهذه هنا عندنا مرادفات لازم نحفظن بهذا الجدول. هنا اسقاطات او اختيارات. طلاب الاسقاطات او الاختيارات راح تواجهكم جدا هواي بماده الريدنج. فانتم شو تسوون؟ مثلا هسه هذه النقطه when you move a new school it can take a long time to fit in، يعني يقول لك من تنتقل لمدرسه جديده يراد لك وقت طويل حتى تكون يعني متكيف في هاي الوضعية أو مناسب. زين، هذه تحفظون بالجملة كلمة مفتاحية وتحفظون الحل جدا مهم، لازم حفظ وتحفظون كلمة مفتاحية، لأن هيك راح تشبك عليكم. يعني هواي عندكم اسقاطات واختيارات ما تحفظوها كلها، صعب عليكم. مثل هسه هاي الجملة تحفظ لك مثلا منها فد سكول أو لونج تايم، فد كلمة مفتاحية تدليك على أنه هذه الجملة اللي اختيارها فت إن. فهمتوا قصدي؟ وتحفظون الحل اللي هو جدا مهم. هاي الصفحة 7. نكمل، هنا عندي صفحة 8. هنا التحليل analyze. هنا اختصرها لكم، النقطة الأولى داخلة بها فقط النقطة A. هنا يقول لك anticipate. زين، anticipate هنا شنو جاي بهذه الجملة؟ كنت حللها فتختصروا حفظوا بس الحل. verb لو noun لو adjective، فهنا هو جاي verb الحل مالتها. النقطة الثانية كذلك اللي داخل فقط A. هنا the question calls for you and والى اخر الجمله. summarizes هنا الفعل summarizes. هنا ايضا يقول لك verb لو noun لو adjective، هنا الفعل جاي verb. زين، summarizes اللي هو summarizes جاي verb. هاي الصفحه 8. نكمل للصفحه 9. هذا يعني اسقاطات او اختيارات المتعدد، هذا ايضا اختيارات، هذا ما اقدر افيدكم بشيء. بس طلاب هذه هنا الواحد ربما يعني مو ربما اكيد الواحد هذا ما يجي بعد الفراغ، يجي بدايه النقطه. زين، هنا هيك بداية النقطة، وهنا كون انتم تحفظون الفراغات. ايضا هذا فراغات او اسقاطات. تمام، ما اقدر افيدكم شيء، هذا حفظ عليكم. المهم نكمل. صفحة 10 طلاب، عندنا هنا هذا الجدول. هذا الجدول طلاب يجيك هنا يقول لك nouns يعني اكو اسماء واكو افعال verbs and adjective وصفات. يعطيك هذين الكلمات فوق بين قوسين، فانت هنا حسب
الكلمة اللي تعرفها مثل achievements تعرفها noun تنزلها بحقل الناون، زين anticipate end up تنزلها بحقل الverb، better بالadjective بالصفات، وهكذا. هذا هو راح يواجهنا منه هذا التمرين. تمام، ينطيك فوق كلمات وانت كنت تعرف الناون شنو تنزل بحقل الناون، والverb تنزل بحقل الverb، والadjective تنزل بحقل الadjective. هاي صفحة 10. هنا عندنا شخصية مؤثرة، هو منطيك بالكتاب غاندي، أستاذ حيدر ضاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق نيوتن. مثلا هذا يجيك مثلا most person in Islamic، يعني أكثر شخصية مؤثرة أو عظيمة في الإسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تختاره. زين، العالم سقطت عليه التفاحة تقول له نيوتن. هيك يكون يعني مثل الماتش أو اختيار بين متعدد. ما يقول لك leader of India يعني قائد هندي ومناضل، تقول له غاندي. هذه جدا سهلة. هنا الإنشاءات هاي حفظ عليكم ما نقدر نفيدكم بها بشيء. زين، اللي هن البوفرتي الفقر، والبولوشن التلوث والتغير المناخي كليمت تشينج، والنكلر ويبنز الأسلحة النووية. هذين طلاب 4 يجيكم من عندهن 2 تختارون واحد. تمام، ولا تاخذوها راس مال هاي الحكاية، ركزوا لي على البولوشن لأن سألته بالمحاضرة أكثر الطلاب كتبوا عنه قال على البولوشن على التلوث. تمام، ركزوا لي عليه. نكمل. بالنسبة للصفحة 13 و14 فقط هوامش تحفظ اللي هن المرادفات. هسه مثل هاي second materials مواد مستعملة، شنو يرادفها؟ يعني materials used before مواد استخدمت مسبقا. تمام، هذه مرادفات تحفظ. وأيضا هذه الصفحة 15 كذلك فقط المرادفات. تمام طلاب. هنا عندنا اللي هي صفحة 17 السفكسز الإضافات. هذه مهمة السفكسز. زين، هنا يقول لك حل النص اللي بين 13 و 15 وطلع الإضافات. مثلا عندنا هنا الكتريك اصلها هنا صارت الكتريسيتي، هاي الاضافه مالتها اي تي اي. زين، والبزنس اصلها بيزي مشغول. زين، هذه بحقل النس صارت بزنس اعمال. وهنا شن، هنا education اصلها educate فسويناها education. والليدرشيب اصلها ليدر فسويناها ليدرشيب. والسكسسفul والبيوتيفul اصلها سكسس وبيوتي صارن سكسسفul وبيوتيفul. هذا ايضا يحفظ جدا مهم. اسقاطات، فراغات، اختيار متعدد. تمام، هذه الفكره مالته مجرد الاضافه. زين، هذه الفكره مالته. هنا عندنا ايضا اسقاطات او اختيارات متعدد. هذا هنا مثل ما قلت لكم طلاب تحفظون مفتاح للكلمه وتحفظون الحل. مثل هسه هذه is not easy to take action when you see problem. يقول لك مو من السهل انه تشوف المشكله وتتخذ قرار. هنا take action جاي يتخذ قرار. زين، فهذا ايضا حفظ عليكم اللي هو نفس عندنا الاضافات pollution action وهكذا مثل ما فهمتكم عليه فوق بالتمرين. هاي صفحه 17. نجي لصفحه 18. هذا طلاب هاي هنا نقطه قواعديه. هذا ايضا اختيار متعدد، لكن هذه ربما بدل اختيارين يجيب لك 3 اختيارات. ايضا هذا عليكم اختيار متعدد او بين اقواس. هنا نقول لك الليد لامب more expensive لو healthier than kerosene lamp، هنا حلها healthier. وهكذا الحلول مأشرة عندكم. هذا ايضا مثل ما قلت لكم تحفظون كلمه مفتاحيه وتحفظون الحل مالته. هذا وين محلول is healthier passionate. نجي للصفحه 19. هذه القطعه ترك مال هاي التايوانيه مدري منو. زين، هذا طلاب لازم تعرفون من ذني يا اللي يقابلها من ذني. تمام، يقول لك هنا she doesn't earn a lot money yet he has given a lot money to charity. يعني هنا يقول لك مع انه هي ما تكسب المال لكن تتبرع بالكثير من الاموال مالتها. اذا هي شنو؟ كريمه. زين، she is very generous. هنا يقول لك she has given money يعني تتبرع للمكتبات وتتبرع للايتام. she is passionate شغوفه. وتايم ماجازين named her يعني مجله ماجازين وصفتها من اعظم الاشخاص بمجله ماجازين 2010. نقول شي از فيموس ومن يعني اذا صارت شخصيه مشهوره. فانتم ذن مو راح تحفظون هذه وهذه، بس تعرف كون هاي تجي ويا هاي، هاي تجي ويا هاي، هاي تجي ويا هاي. تمام، وذني ما ينحفظن ذني على الاغلب، ينحفظن هن ذني. يعني يعطيك هاي مثلا ربما نقطه وهذا جواب النقطه. تمام، ذني كلش مهم حفظ، والمهم تعرف هاي تجي ويا هاي. زين، هنا عندنا مرادفات كالعاده بالهامش تحفظ صفحه 19. نكمل. هنا هذا طلاب وضحت لكم قبل شويه ماكو داعي نعيد هذا التمرين. تمام، هذا الناون بحقل الناون والفيرب بحقل الفيرب والادجكتيفز بحقل الادجكتيف. زين، نكمل. هنا عندنا تيم الفريق a small number of يعني عدد قليل من الناس complementary skill يعني يقول لك تجمعهم
حتى يكملون مهارات مكملة، يسوون مهارات مكملة. هو argument يعني حتى يصيرون مجموعة أجل هدف عام ويحققون نتيجة set of goal and approach عفوا. زين هنا أيضا هذه عندنا ماتش مطابقة a world cup team to compete win the soccer. يعني هنا أقول لك حتى يفوزون بإنجازات ويحققون البطولة. هنا سوفت وير برودكشن تيم يعني فريق تطوير السوفت وير، هاي شيء مختص بالحاسبات يعني. جوابها بي to develop computer applications يعني لتطوير برامج الكمبيوتر. يعني هي ايضا ذني همنا مو مرادفات عفوا، ماتش مطابقة. team of doctors in emergency room الفريق الأطباء في غرفة الطوارئ. جوابها A to save the lives of patients يعني حتى يحفظون حياة المرضى. هذا جدا سهل، ماتش طابق. زين هنا الواحد تاخذ B، اثنين تاخذ B، ثلاثة تاخذ A، وأربعة تاخذ C. جدا سهل. نكمل. 22 عند صفحة 22 هي هاي اللي جاي نتحدث عنها، صفحة 22. complementary skills المهارات المكملة. هذه هنا تعريف يعني different abilities that strengthen the team يعني أقول لك تقوي القدرات المختلفة للفريق. هذا عندنا define عرف. تمام هذا عرف. نكمل وصلنا صفحة 23. 23 عندنا هنا هذا السؤال مالتهن ربما مو واضح بس إن شاء الله يكون واضح عندكم. What are the activities of learning team؟ ما هي النشاطات للفريق؟ mention it اذكرها and explain one of them يعني اذكرها واشرح واحدة من عندها. هاي هنا عندنا المحددة بالأصفر. زين هذا اللي بالخط الغامق هنا عفوا هاي ما لكم علاقة بها، هاي تعد للشرح. هنا عندنا الحد هنا نوتس sharing class notes يعني الحد هنا، وهذين المحددات بالأصفر هن ذني النقاط. تمام عندنا 4 نقاط وتختار واحدة تشرح من عندها. هذا الهامش أيضا مرادفات يحفظ عليكم نصا، مثل هاي فيسا فيرسا العكس صحيح just the opposite يعني نفس العكس صحيح مرادفة إلها. تمام نكمل. هذا التمرين هذا يعني اليوم حللناه بسرعة، هو هم ما بشي بس صح وخطأ، تحفظ فد كلمة مفتاحية من ذني وتحفظ الصح من الخطأ من عندك. زين هذا طلاب جدا مهم التمرين. زين ناون وادجكتيف وفيرب تقريبا نفس فكرة ذاك، بس هنا شنو ينطينا هسه مثل هذه support او مثلا success. هاي عندنا success يعطيك هنا succeed عفوا وsuccessful، يريد من عندك الناونز مالتها. زين ينطيك مثلا specifics وspecify. زين تقول له سبيسيفيك هنا يعني ينطيك مثلا adjective موجوده وفيرب موجوده يريد الناون، ربما يريد الناون والفيرب مفقود والادجكتيف مفقود، ربما يريد الفيرب ربما يريد الادجكتيف. تمام يعني يعطيك 2 ومفقوده واحده، فانت من عندها هذا تحفظ التمرين حفظ. وطلاب لا تلتزمون فقط بالكتاب يعني صح قصد الكلمات تجي من الكتاب نصا، لكن الفراغات هسه مثل هذه هنا قال لك بكلمه specify. زين هنا صاير الفراغ، هنا الفراغ صاير. زين بالادجكتيف ربما يجيب لك الفيربس هي فراغ، فهمتوا قصدي؟ او الناونز ربما فراغ، فانتوا عليكم هذا الجدول كليته حفظ نصا. تمام هذا وين الجدول نصا يحفظ. نكمل هذا صفحة 26 جدول. هنا عندنا a collection اللي هو a collection is 2 or more words that are often used together. هنا ربط الكلمات اللي تجي سويا. زين مثل عندنا شرك هنا responsibility و duty و obligation تجي وياها. هنا اقول لك حلل النص من 23 ل 25، هاي صعب عليكم، فهذا الجدول ايضا يحفظ. طبعا اعتذر يعني هواي حفظ لكن هي الماده شويه جافه بيها حفظ هواي. فبالنص اجت كلمه academic، هذه اللي تجي وياها academic achievement progress و satisfaction. زين والlearning يجي وياها experience والتيم واستراتيجي وجروب وتاسك. هاي الليرنينج يعني كل وحده ليرنينج اكسبيرينس وهكذا تقرا معاها. الشير تجي شير كلاس نوت، شير انفورميشن، شير وايد تيم ميت، يعني هيك يجن وياهن. هاي كلمات يسموها كولكشن مرابطه. تمام وهذا التمرين عنها يجي يا اما اسقاطات او فراغات او خيارات. زين يعني حسب قراءتك وفهمك للنص تشوف يا كلمه مناسبه مثل هنا اكاديميك بروجرس تختارها. هذا يعني صعب شوي عليكم فيحفظ ايضا هذا. تمام مو مال تحليل وهاي السوالف صعب شويه.
ايضا تشوف شنو الكلمة المناسبة وتضعها بالفراغ من هذه الكلمات المرابطة. نكمل. هنا skimming and scanning هذا تعريف are techniques for getting different kinds of information from reading passage. يعني هنا يقول لك احد التقنيات اللي تحصل بها على انواع مختلفة من المعلومات من القراءة. تمام. هذا تعريف عام. هنا انه بيوضح لك السكيم وحده وحده. هنا السكيم وهنا السكان. السكيم يقول لك it takes to get a general idea، يعني السكيم من خلاله تحصل على الفكرة العامة بينما من النص، بينما السكان find a specific information in text، يعني تحصل على شيء خاص، معلومة خاصة، specific information، معلومة خاصة. يعني مثلا يقول لك skim ويقول لك specific information، يعني معلومة خاصة، خطأ، لأن هو السكيم يحكي على الجنرال، على العام، تمام، والسكان على السبيسيفيك، يعني هنا ربما صح وخطأ، اختيار متعدد. مثلا يقول لك سكان، هاي السكان تحكي على الجنرال، لو تحكي على السبيسيفيك انت تختار له السبيسيفيك. ماشي، نكمل على بركة الله. طبعا عندنا هنا صفحة 28 وصلنا. صفحة 30 خلينا نشوف 28 ما بيها شيء بعد عندنا، لا هاي هي صفحة 30. صفحة 30 هذا كالعادة شرحته قبل شوية. أيضا الناون بحقل الناون والفيرب والادجكتيف تختارون، وشرحت لكم الفكرة قبل شوية. طلاب هذه هنا تعاريف عندنا. التعاريف يعني ما أقدر أفيدكم بيها بشيء، لكن أقدر أعطيكم طريقة معينة. بالمناسبة دكتور حيدر ذكر إنه التعريف ما يجي نصا، يعني ما يجي مثلا عرف ديفاين، مستحيل، لا، ينطي هو التعريف، أنت يريد من عندك فقط العنوان، التايتل، زين. يعني يعطيك مثلا هاي البنفيتس، يعطيك شرح من عندها فد نص سطر وانت تعرف البنفيتس. فهنا طلاب التعريف ما تحفظه نصا، صعب عليك، تاخذ فكره عنه، انه اذا جاك اي سطر من عنده، او هو اكيد يجي بالبدايه، اذا جاك عنه شيء فتعرف انه هذا تابع مثلا للسوكر، زين، او للفلبين او الاندونيسيا. فالمهم التعريف شلون تصيغه بطريقتك الخاصه، انه يجيب لك التعريف وانت تعرف العنوان. لازم، مستحيل، واخذوها من عندي خاصه طلاب المسائي، ما اعرف الصباحي، دكتور حيدر ما يجيب لك ديفاين عرف انه كامل، لا، مجرد تاخذ الفكره، بحيث من يجيب لك مثلا سوكر is a sport in which two teams، يعني يقول لك كره القدم رياضه تكون بين فريقين، يجيب لك هذا، انت تعرف انه هاي سوكر، لعبه كره القدم. فيلبينز a chain of، وهكذا، تعرف انه هذا تعريف تابع للفلبينز. تمام، وخلصت الماده، ما عندنا بعد شيء، والله يوفقكم ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عن ماده النحو، اوضح لكم بيها كل الماده بحيل الله. ومثل ما ذكرت طبعا طلاب الصباحي بامكانكم تستفادوا من هذا الفيديو فقط الاشياء المشتركه، زين. يعني مثلا احنا عندنا اشرح واحد، عدد واشرح واحد، انتم ما اعرف شنو نظامكم، استفادوا فقط من التمارين والشروحات اللي مشتركه بيناتنا وبيناتكم. اما الاشياء المتروكه فما اعرف بعد، زين. وبعد شغله بالنسبه لطلاب المسائي، هذه الصفحه 5 و15 و16 هذني طلاب بيهن فقط تمارين، واختيارهن اي لو بي لو سي لو دي حل، يعني مجرد ما اقدر افيدكم بشيء بيهن. ايضا اختيار المتعدد يجني، ينطيك نقطه، راح تشوفون انتم 5 و15 و16 نقطه فوق، واختار اختيار من عندها صفحه 5 و15 و16، يعني ما بين اي شيء اضافه او اشرحه عليكم ذني. تمام، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.